كفاية عياط بقى ياما، دلوقتي ابويا يجي ويروح يستلمه من القسم. لو كانوا ناويين يسيبوه كانوا سلموه لي يا سميرة، لكن دول ما رضيوش. ما هو لازم يا حماتي ولي امره يمضي على المحضر. وانت ما مضيتش ليه عارف وجبت الواد؟ ما ينفعش يا سميرة، عايزين ولي امره. بقى الراجل اللي خارج من الساعة 6 الصبح وصايم طول النهار يجي من شغله يروح على القسم؟ يعني اعمل ايه يا اخواتي؟ اروح لمين بس؟ ده انا جايبه دكر البط مخصوص عشانه. انا بقول يا حماتي بلاش نجيب سيرة العم اول ما يجي، احنا نسكت لحد ما نفطر، وبعد الفطار نروح انا وهو نستلم الواد من القسم. فطار ايه انت راخر يا عارف؟ هو حد هيجيله نفس ياكل وامير محبوس في القسم؟ ده اقتراح يا سميرة، اقتراح. انت بتزعقي ليه؟ على مالك على الراجل يا بنتي، ده قلبه على ابوكي. مظبوط يا حماتي، انا قلبي على قصدي على عم حسنين، صايم ويا دوبك هيوصل على اذان المغرب، يقوم ما يفطرش ويروح على القسم طوالي. ويا عالم هيفطر امتى؟ وانتوا يا كبدي جعتم انتوا كمان، ما انتوا هنا من بدري. منه لله الراجل سواق العربية، انا عارفة بيوقف عربيته في الشارع هنا اللي بس. لا وعربية شرطة يا حماتي، عربية حكومة. ما هو ساكن هنا ياما وبيجي بيها كل يوم. مع ان ده غلط، والله غلط. هو ايه اللي غلط يا عارف؟ غلط ان موظف الحكومة يروح بيته بعربية الحكومة. ده سواق العربية يا عارف يروح الناس بيوتهم بالعربية وما يروحش هو بيها. انا عارف بقى، كل اللي اعرفه ان وجود العربية دي في الشارع كده غلط، ولعب الكرة في الشارع برضه غلط. ماما بابا جه. ايه هو فين يا حسين؟ اهو طالع ورايا. اوعى تكون قلت له حاجة يا حسين. عم فتحي البقال هو اللي قال له يا ابله. يوه، وايه اللي وداه لفتح البقال بس؟ تلاقيه كان بيشتري سجاير، صايم وعشمان يفطر على ذكر البط وبعدين يدخن. اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ تلاقيه جاي معفر وهيتخلى علينا كلنا. امر الله بقى ياما. ايوه نصيبنا كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه الحكايه يا ام حسين؟ ابدا ابدا يا اخويا، الواد امير ابنك يعني بيلعب الكرة في الشارع، جت في ازاز العربية كسرته وخدوه على القسم. وقالوا لكم ايه في الاسم؟ لا دي حاجة بسيطة يا عمي، حضرتك تروح تمضي على المحضر وتكتب تعهد انه ما يعملش كده تاني وخلاص. اذا كان كده تبقى بسيطه، نروح الاسم. طب مش تستريح الاول يا ابو حسين؟ ده المغرب خلاص هيدن وانت صايم. هو بقى في الدنيا دي راحه يا ام حسين؟ عن اذنكم. استنى يابا، روح معايا عارف. لا انا اللي هروح معاك يا حسنين. تروحي فين ياما؟ ما اقدرش اقعد هنا يا بنتي واسيب الواد. استنى يا حسنين. اتحرك يا عارف وحصل ابويا على السن. يعني نروح كلنا يا سميرة ونسيب العيال لوحديهم؟ لا يا سميرة، اوعوا تسيبوا العيال، فوري شوية ملوخية واكليهم على منيج. ما تقلقيش على العيال يا حماتي، انا هقعد انا وسميرة ناكلهم وناخد بالنا منهم. فين اختك يا حسين؟ انا عارف. احسان فين يا ولا؟ هي مش كانت معاك تحت؟ انا افتكرتها طلعت على هنا. طيب انزل شوفها عند صباح اللي تحتنا. طيب سخن الاكل بقى يا سميرة. انا عارفه انت مستعجل على الاكل كده ليه يا عارف؟ عشان الولاد زمانهم جاعوا قوي يا سميرة، ذنبهم ايه المساكين دول؟ وابويا المسكين ده ذنبه ايه يجي صايم وما يقعدش ياكل لقمه؟ ما هو هياكل يا سميرة. امتى؟ يمكن على ما تسخني يكونوا جم ويحصلونا، دي مسافة السكة. سخانة يا سميرة سخاني. طب لما العيال يطلعوا؟ يا ستي حط الاكل على البوتاجاز والولاد يطلعوا على مهلهم، اقل يلاقوا الاكل جاهز. اهم جم. جبت اختك يا حسين؟ ايوه. طب يلا يا حبايبي بقى ساعدوا اختكم كده وجهزوا الاكل. انا مش هاكل. ولا انا. تستنوا بابا وماما؟ ايوه. الله، يعني ايه بقى؟ هو كلام عيال؟ ذكر البط جاهز من الظهر، قلت المغرب عشان عم صايم. ماشي، المغرب ادن، نستنى ايه تاني؟ انت مش بتقول مسافه السكه ويجيبوا امير ويرجعوا؟ اهو المفروض كده. خلاص الاسم هو قريب، نستنى كمان شويه. طيب الامر لله، نستنى كمان شويه. يا سعاده البيه، بعتنا نجيب سواق العربية. يا بيه ده انا صايم.